السلام عليكم. خلصت معي جرة الغاز وأنا عم بعمل قالب الكيك وللأسف ما طلع ولا نفخ. بس ما كبيته. شوفي معي كيف تصرفت. أول شي الكيك طحنته بمحضرة الطعام، وجبت عندي قطعة شوكولا صغيرة كانت ضلها عندي شوكولا مر، وبدأت إني أبرشها بهيدي الطريقة، وحطيتها بكباية اللي بشرب فيها النسكافيه، كباية سميكة حصرا. أنا استخدمت الماج يلي بشرب فيه النسكافيه، وبنزل عليهم فورا بقطر. حطيت حوالي معلقتين قطر كبار، إذا ما يكون قطر فيكن تحطوا معلقتين سكر، والفنجان اللي بتشربوا فيه قهوة بتعبوا نصه مي وبتضيفوه على الشوكولا، وبننزل عليهم بمعلقتين زيت، زيت نباتي عادي مثل ما انكم شايفين. وعلى الغاز بجهز مقلاية، بحط بقلبها كباية مي عم تغلي، وبنزل المج بقلبها وبحرك كل شوي. إذا بدكم في طريقة تانية إنكم تحطوا الشوكولا بقلب وعاء وتحطوه مباشرة على بخار المي، بتزبطوا انتم بطريقتكم على بخار المي وتذوب الشوكولا، بس هيدي الطريقة أنا بحسها أسهل لي بكتير. بعد شي 5 دقايق صارت جاهزة معي، بطلع مباشرة وبسقطها على الكيك المفروم، وببدأ إني أعجن تأحصل على عجينة يكون قوامها شوي سميك. كتير سهلة وما بتاخد أبدا أي وقت. وهلأ ببلش شكل العجينة لكورات صغيرة بهيدا الشكل، وبغطسها بقلب برش جوز الهند، بيعطيها طعم كتير طيبة. إذا ما عندكم جوز الهند فيكم تحطوا فستق مطحون، فيكم تحطوا كاكاو، فيكم تحطوا فرماسيل، اللي موجود عندكم بالبيت زينوا فيه ما بيأثر. وهيك صارت جاهزة، عطتني 22 بول. طعمتها كانت كتير كتير طيبة، وشكلها ولا أروع ولا أنعم من هيك. وأنا خلصت لليوم، وشكرا كتير للاستماع. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تنزلوا لتحت وتشتركوا بالقناة وتعطوني لايك حلو مثلكم، وبنلتقى إن شاء الله بوصفات تانية.